بقول لك ايه؟ لو معيش غير 6 جنيه وعايز اشرب بيهم حاجه في 2025، هشرب ايه؟ كنت بشتري حاجه من السوبر ماركت، لقيت عصير بخيرو. هو عصير بخيرو ده من شركه جهينة، تمام؟ ب6 جنيه. باكو عصير 225 ملي. وعلى فكره بخيرو ده كان موجود زمان خالص، بس ما كانش بالحجم ده، كان صغير خالص. مش فاكر الصراحه السعر كان كام. عموما هجيب كوبايه ونفضي العصير، وزي ما انتم شايفين هو شبه عصير جهينة بالظبط، يعني شبه عصير جهينة تفاح بالظبط. هنشرب بقى، بسم الله. والله طعمه كويس، مش وحش بصراحة يعني انت في 2025 وعايز تشرب حاجة ب6 جنيه، انت متخيل؟ عموما تقييمي ليه 7 من 10. واعمل لي لايك واشترك في القناة. هموت واعرف المصانع دي بتبقى فين، يعني البسكوت ده بيعملوه ازاي، الشوكولاتة دي بيجيبوها منين، مش فاهم بصراحة. بسكوت لمبادة اكس 5، سعره عامل 5 جنيه، من شركة اسمها اوشن فودز. وزي ما انتوا شايفين ده شكل البسكوت. هناكل بقى، بسم الله. هو بصراحة مش عارف الشوكولاتة، أول حاجة الشوكولاتة سايحة خالص، تمام. تاني حاجة البسكوت طعمه مش حلو. يعني أنا مش عارف الصراحة هما بيعملوا البسكوتات دي ازاي، والشوكولاتة دي بيجيبوها منين، مش فاهم بصراحة ايه الشركات دي. يعني مش طلعتش شركة اختيو بس بتاعت الكرواسون، لا كمان شركة اللي اسمها اوشن فودز دي مش كويسة خالص. اه انا ما جربتش منتجاتها كلها، يا دوبك بس البسكوت اللي قدامكم ده. هو انا مش عارف بصراحة المصانع دي بتبقى فين، يعني تحت السلم ولا إيه؟ انا مش فاهم. عموما هو يبقى تقييم البسكوت 1 من 10. ما تنسوش تعملوا اكبر عدد من اللايكات عشان الفيديو ده يوصل للناس كتير. واهم حاجه اعملوا فولو بقى، ها. يعني ايه بيتزاية ب10 جنيه؟ دي زي ما بيقولوا عليها كده البيتزا الاقتصاديه، تمام. البيتزا دي موجوده في كل الفرن بتاعت العيش الفينو. وزي ما انتم شايفين دي حجم البيتزا ب 10 جنيه. عايزين نعرف بقى مكونات البيتزا دي ايه. طماطم وزيتون، ومحطوط عليها جبنه تركي كده من فوق الوش. تقريبا الجبنه التركي اللي هي المبشوره دي. هناكل بقى، بسم الله. هو بصراحة طعمها حلو، مش وحش، منكرش يعني، والعجينة طعمها كويس، تمام. بس في نفس الوقت يعني دي بتزايد ب10 جنيه، ما تقدرش تحكم عليها برضه يعني. عموما هو هيبقى تقييمي ليها 7 من 10. هي عجبتني، هي مش وحشة بصراحة. وفي نفس الوقت يعني ممكن تاكلها الصبح كده قبل ما تروح الكلية أو المدرسة يعني. وبالليل بقى برضه تنفع فيها يا جماعة، في السهرة بتاعتنا اللي هي سهرة الشباب دي، بتاع سهرة آخر الليل دي. ليه مثلا تاكلها مع كوباية نسكافيه كده رايقة. وعموما بقى ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك بتاعك الجميل. ورجعنا تاني لكرواسون ديليزيا اللي جربناه الفيديو اللي فات، لما كان بطعم الشوكولاتة وطلع فاضي في الآخر. المرة دي بطعم مربى الفراولة. هنجربه ونشوف. وهنفتح بقى الكيس، وزي بطعم الشوكولاتة ونفس الحجم اللي بطعم المربى، مفيش أي فرق في الحجم، تمام. وهنقسم بقى الكرواسون نصين، ولا هندوم من الأول ولا بتاع. وأخيرا لقينا حشو في الكرواسون. بس أنا عندي استفسار يعني، هو ليه مربى الفراولة غامقة ليه كده في الكرواسون؟ هو أول حاجة كمية سكر رهيبة في المربى دي، تمام. يعني أنا باكل سكر، يعني باكل كرواسون بالسكر، مش باكل مربى فراولة. يعني المفروض السكر يبقى مظبوط شوية. فبصراحة تقييمي ليها هيبقى 2 من 10، يعني مش عجباني خالص. وعلى فكرة يا جماعة الشركة دي اسمها شركة الخديوي، يعني أنصحكم إن أنتم متجربوش الطعمين بتوع الشركة دي نهائي. واعملوا لي أهم حاجة لايك واشتركوا في القناة.